رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وخليني انتهز هالفرصة عشان نشكر قناة SBC تحت مظلة هيئة إذاعة التلفزيون SBA على إتاحة الفرصة لكل هالمواهب اللي معنا في برنامج نجوم الغد. وصلنا الآن للمرحلة المنتظرة. يا ربي يا ربي على اللحظة المنتظرة. بدأ التوتر. من أصل 8 مشتركين اللجنة اختاروا 7، ولكن اللي بيتأهل معنا لنصف النهائي هم فقط 4 مشتركين. يا ترى مين بيكون؟ هل هي هنا؟ أو محمود؟ أو سندس؟ أو معا؟ ويمكن أنت يا فارس؟ أو مروان؟ أو عبود؟ الاختيار راح يكون صعب على اللجنة أكيد، ودي لجنة التحكيم يختارون أول مشترك يتأهل لمرحلة نصف النهائي. راح أبدأ فيك فؤاد، تفضل. محمد، أول شيء أنت نوهت على شيء جميل جدا، ممكن أنا أقول للمشتركين اليوم من الفرص العظيمة اللي أتاحتها هيئة الإذاعة والتلفزيون وقناة SBC أن من قلب الرياض في موسم الرياض قاعد يطلع هذا البرنامج، وظهوركم هذا نحن وفنانين كبار قبلنا كانوا يتمنون هالفرصة. وهالمراحل اللي وصلتوها طبعا مش مراحل عادية ولا مراحل بسيطة أبدا، هذا دل على اهتمامكم، على التمرين الأكثر وعلى الجدية أنكم طلعتوا على المسرح. اللي حيطلع اليوم مش معناه أنه نهاية المشوار. يا من قال لنا لا أو سقطنا في مرحلة من مراحل حياتنا، بس حنكمل. وتوترنا. أنا وترت الموسيقى والله. كلنا لازم تختار المشترك اللي يتأهل معنا. يلا مين تختار؟ والله كلهم حلوين، أقسم بالله كلهم حلوين. واليوم كانت حلقة صعبة أكيد، لأنه 7 اليوم اختيارات. أصعب حلقة، بس معاييري لهاليوم في لحظات فجأة اختلفت. تختار مين؟ في واحد دخل علينا وغنى بعضلات، أنا بختار اليوم عبد الرحمن. روح بالعضلات. كارمن، الاختيار عندك الآن. تعطين صوتك لمين إنه يتأهل لنصف النهائي؟ بص، عشان أنا بحب الإنسان المجتهد اللي بيطور نفسه وبيشتغل على نفسه، فأنا هختارك يا سندس. ألف مبروك سندس الرماح، تأهلتي لمرحلة نصف النهائي. تفضلي. ألف مبروك يا سندس، ألف مبروك. مبروك مبروك، تستاهلين. داليا، راح تختارين مين؟ معا أو فارس أو مروان؟ شوف اليوم ويمكن محمود ويمكن هنا. اليوم أصعب يوم بالنسبة لي في الاختيار، لأن اليوم المشتركين تحدوا نفسهم وكانوا في أحسن حالاتهم، غنوا غنى حقيقي صعب تختار بينهم، بس أنا مضطرة أختار صوت واحد، واختياري مبني مش على صوت الحلو، لا، على جاهزية المشترك للفاينل اللي أنا أشوف عنده البوتنشل إنه يكون جاهز لمرحلة نصف النهائي. يس. يلا أنا اختار معا. معا، ألف مبروك، تأهلت معنا لمرحلة نصف النهائي. يس. ألف مبروك، ألف مبروك. مشاهدينا الكرام، 4 أصوات متبقية معنا.
انتوا رايحين فين؟ حنمشي. ولكن اللجنة عندهم قرار جدا صعب، وهو الاختيار ما بين الأربعة الموجودين معنا على المسرح: فارس، مروان، هنا أو محمود. طب أنا عندي حل. فؤاد، داليا، كارمن. أربعة تو ماتش. أستسمح منكم تجلسون. لا صعب. معلش عشاني هالمرة. صعب ما اقدر اجلس. احنا واقفين هنا، الحمد لله ان احنا في نعمه. طيب مين هو الاسم طيب نبغى تايم اوت. اللي اتفقتوا عليه انه يتأهل شوفوا إلى مرحلة نصف النهائي؟ تايم اوت بس احنا على الهواء. معلي ثواني كمان انت يا محمد، شايف الوضع اللي احنا فيه. أدري إن الوضع الآن صعب. مين؟ والله نفسي اعرف. معاكم 30 ثانية، ما ودي أوتركم زيادة. مشاهدين، الوضع الآن عندنا بالمسرح اوكي. في توتر عالي بين المشتركين واللجنة. شيء مو طبيعي. احنا جاهزين. تفضلي. بعد 1 2 3 حنقول الاسم مع بعض. راضي؟ طبعا راضي. 1 2 3 مروان. ألف مبروك يا مروان، تأهلت إلى مرحلة نصف النهائي. مروان عبد الله. الف مبروك يا مروان، الف مبروك. هنا، محمود، فارس، مو حابين نودعكم، انتم فعلا نجوم. انت اصغر واحد لسه قدامك عمر، وتدري شنو انا بسوي معاك؟ لا يا حبيبي لا، انت حلو. شوف الجمهور كيف يحبك. سوري، قدامك ان شاء الله كثير، وان شاء الله تحققين كل اللي تبغينه، ما تزعلين يا حبيبتي. وانا في سنك ما كنتش اقدر اقول اللي انت بتقوله، اقسم بالله العظيم انت احلى مني واحلى من اي احد. يا شباب انتو ارسلت القمر ليش نور انطفى؟ قال لي من نوركو يا شباب انطفى. وإلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، والحلقة في الأسبوع القادم هي نصف نهائي ومباشرة، وتصويت الجمهور بينضاف لتصويت اللجنة لاختيار الفائز، فالقرار صار مشترك بيننا وبين المشاهدين. ونبارك للي تأهلوا اليوم، ونتمنى التوفيق للي غادرونا الليلة. شكراً لجنتنا، وشكراً للجمهور اللي معنا على المسرح، وشكراً لكم أنتم من خلف الشاشات، ونلتقي بحلقة جديدة. فمان الله.